شؤم، حظ سيء، ودمار يتبع ظهورها. خير بداية الكلام السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الحكاء، أقص الحكاية لجمع من الناس، وأتمنى أن يكون الجمع ده أنتم. مهتمية جدا بتشجيعكم، وبالنسبة للنقد رجاء رفقا. لعنة القطط السوداء. كم مرة عدت من قدامك قطة سوداء وسمعت حد عندك بيستعيذ بالله وبيذكره؟ كم مرة سمعت عن أساطير وأقاويل عن شؤم تواجد قطة سوداء، وإزاي إن تواجدها يسحبه كارثة؟ عايز تعرف أكتر عن اللعنة دي؟ إزاي بدأت؟ وليه الناس بتخاف قوي كده منها؟ كمل معنا الحلقة. بصراحة وإحقاقا للحق، والخوف والرعب ده مش بس ضد القطط السوداء، ولكن الكلاب السوداء كمان بتحتل مرتبة من الأسطورة بتاعتنا. فكان الكلب الأسود دايما رمز للشيطان، وتواجده في مكان معناه السيء والتنبؤ المضحك. أما بالنسبة للقطط واللي الخوف منها منتشر أكتر والأقاويل بتزيد عنها أكتر، فالبعض يعتقد أن وجودها معناه أن في روح شرير، أو بمعنى أصح روح شريرة سكناها. وده لأن كما يقول البعض أن القطة السوداء ذات صلة بالسحر والسحرة، وخاصة السحر الأسود. في إحدى القصص اللي بتؤيد نظرية القطط السوداء والشعوذة، ويقال إن هي دي بداية أسطورتنا. في عصور الظلام الأوروبية، وخاصة في القرن 16 الميلادي، كان في أب وابنه في طريقهم للسفر. عدت من قدامهم قطة، فالولد حب إنه يلعب مع القطة، بس اللعب تقيل شوية. حدف عليها حجرة أصابتها وهربت. تاني يوم لاحظوا إن صاحبة القطة مصابة في نفس المكان اللي كانت مصابة فيه قطتها، وبشوية تفكير وربط الأحداث قدروا يعرفوا إن القطة هي صاحبتها، وخصوصا إنهم كانوا شاكين إن صاحبة القطة من ممارسي السحر الأسود. ومن هنا بدأت أسطورتنا في الانتشار، لعنة القطة السوداء وتواجدها في الأساطير. في الأسطورة المصرية مثلا، وعلى عكس اللي انتم متوقعين هقوله أو مستنين أقوله، القطة السوداء كانت بتحتل مكانة كبيرة جدا لدى القدماء المصريين، وده بيظهر جدا في الرسومات الفرعونية والتماثيل. فهي كانت مقدسة، وده تصديقا منهم إنها بتعمل على حماية مخازن الحبوب بعيدا عن التلف والقوارض. أما بقى بعيدا عن مجتمعنا العربي، الأسطورة دي انتشرت في عصور الظلام الأوروبية. كانوا كل ما يشكوا في واحدة يتهموها إنها ساحرة، واللي كانت بيتم اتهامها بإنها ساحرة كانوا بياخدوها يربطوها ويحرقوها حية. وكانوا دايما بيربطوا ما بين أعمالها من سحر وشعوذة مع القطة السوداء. ووفقا لعدة مصادر، بدأت في الفترة دي عدة تحركات ضد القطط السوداء بدعوى إنها مرتبطة بالشيطان، وبالتالي لما كانوا بيمسكوا أي ساحرة وكانوا بيحرقوها، كانوا كمان بياخدوا قطها بيحشوا في كيس وبيعلقوه على أغصان الشجر ويحرقوه، ظنا منهم إن مع علو صوت القط وهو بيصيح وبيتألم وهو بيتحرق حي، إن الشيطان لما يسمع صوته هيخاف ويهرب منهم. استمرت الحركة دي لأكتر من 300 سنة، وأظن إن فترة 300 سنة أكثر من كافية عشان تكبر وتزود فكرة الخوف من القط الأسود وتزيد من لعنتها أكتر. أما بالنسبة لترشيحاتنا للأعمال الفنية المجسدة للأسطورة دي، هتلاقي من الأفلام المصرية فيلم الرقص مع الشيطان للراحل الرائع نور الشريف، واللي كان دايما بيظهر فيها الكلب الأسود. كل مرة كان البطل فيها بيتناول عقار وبيتحول من مرحلة الوعي إلى اللاوعي. بالنسبة بقى للأعمال
العالمية، فمسلسل Chilling Adventures of Sabrina نوع من المسلسلات الهزلية واللي بيخش جوه عالم السحرة وبيظهر لك مدى ارتباط الساحرة القوية بقطتها السوداء. وكالعادة سمعنا الأسطورة وعرفنا أصلها. يا ترى أنت مصدق إيه؟ القطط والكلاب ليها علاقة بالشياطين والأرواح والسحر، ولا مجرد ألوان عادية زي أي ألوان تانية؟ يا ترى أنه الصح؟ أنتوا إيه رأيكم؟ مستنية رأيكم ومستنياكم الحلقة الجاية. خير الكتاب. السلام.